في عصرنا دلوقتي السرعة بقت أهم حاجة، فلو جينا على سبيل المثال نفتح موقع أو نفتح تطبيق ويا دوب بس قعد كام ثانية زيادة على ما يحمل، بنبدأ بشكل تلقائي ندوس على زرار الريفريش. ولو جينا دلوقتي نبص على معظم التطبيقات اللي بنستعملها بشكل يومي، هنلاقي إن معظم التطبيقات دي على الرغم من الحجم المهول من البيانات اللي موجودة فيها، وعلى الرغم من كمية المستخدمين والترافيك اللي بيروحوا للتطبيقات دي، هنلاقي إن سرعة استجابة التطبيقات ديّة للبيانات اللي إحنا محتاجينها بتكون سريعة جدًا. والحل هنا هو مش حل سحري ولا حاجة، ولكن هو حل موجود منذ قديم الأزل، ألا وهو الكاشنج. فتعالوا نتعرف النهارده مع بعض عن الكاشنج ونشوف إيه هي أهميته، ونشوف برضه الكاشنج استراتيجيز المختلفة والمفاضلات ما بين كل كاشنج استراتيجي والتانية، ونشوف برضه مشكلة الكاشنج ألا وهي الكاشنج انفاليديشن والإيفيكشن بوليسيز وغيرهم كتير. فخلونا نبدأ. الكاشنج يعتبر من التقنيات الأساسية اللي بتحسن من أداء التطبيقات بتاعتنا وكذلك الأنظمة اللي احنا بنبنيها، وده بيكون من خلال إننا بنحط البيانات اللي احنا محتاجينها بشكل دوري في مكان سهل وسريع الوصول ليه زي الميموري، بدل ما نضطر نروح نعمل اي بي اي كول او نجيب البيانات ديت من قاعدة البيانات. والكاشنج لو عايزين نمثله بمثال بسيط ممكن نشبهه بالصنايعي اللي دايما بيكون مع عدة الشغل. فتخيل معايا كده لو الصنايعي دوت جاله شغل وقال لك معلش انا محتاج اروح الورشة اجيب الأداة اللي انا هشتغل بيها واجي تاني، وبعد شويه احتاج اداه تانيه فقال لك معلش انا هروح الورشه اجيب الاداه واجي اكمل شغل. وبالتاكيد ده مش هيكون الطف حاجه، ولكن على النقيض لو كان الصنايعي دوت معاه عده الشغل او الادوات اللي بيستعملها بشكل دوري في عده الشغل الخاصه بيه، هيبقى سهل جدا لو احتاج اي اداه يطلعها بسهوله. فاحنا هنا على الرغم من ان المثال قد يبدو ساذج شويه الا انه فعلا بيشبه لي الكاشنج بشكل دقيق جدا. فانا عندي الورشه ممكن نمثلها بالاي بي اي كول او نمثلها بقاعده البيانات اللي انا محتاج منها البيانات وهتكون عمليه مكلفه وبطيئه، وعده الشغل بتاعه الصنايعي هتبقى هنا بالنسبه لنا هي الكاشنج، لان انا محتاج حاجات بشكل دوري بجيبها منها بسرعه. فبالتالي ممكن نفهم من كده ان الكاشنج من ضمن واهم مميزاته ان هو بيحسن لي البرفورمانس بتاع التطبيق او النظام بتاعي، وبالاخص الليتنسي. ولكن مش كل انواع الكاشنج ينفع نستعملها زي بعض، لان دوت بيترتب على الداتا اكسس باترنز او الانماط اللي بنتعامل بيها مع البيانات اللي عندنا، سواء كانت انماط من ناحيه القرايه او سواء كانت انماط من ناحيه الكتاب. فطريقه تعاملنا مع البيانات او الداتا اكسس باترنز دي هي اللي بتحدد لنا انهي نوع مناسب من الكاشنج اللي يخدم اليوز كيس بتاعي. وعلشان كده مهم جدا كمهندسين برمجه اننا نعرف الكاشنج استراتيجيز المختلفه ونشوف المفاضلات ما بينهم وبين بعض عشان نعرف نستخدم كل نوع فيهم في اليوز كيس الخاصه بيه واللي بيخدمها. وطبعا مفهوم الكاشنج ممكن نطبقه في اكتر من لايرز مختلفه، فاحنا ممكن نطبقه في البراوزر، ممكن نطبقه في الباك اند عندي، ممكن نطبقه في السيرفر، ممكن نطبقه على هيئه السي دي ان. فاحنا ممكن نطبقه في لايرز كتيره جدا ومختلفه. ويمكن معظمنا اللي درس حاسبات وتحكم آلي في الكليه هيكون اتعرض لمفهوم الكاشنج لاول مره وهو بيدرس الكمبيوتر اركتكتشر، خصوصا ال 1 وال 2 كاش وازاي السي بي يو بيتعامل معاه. فالكاشنج فكره والفكره لا تموت، فزي ما شفنا ممكن نطبقه باكتر من نوع وباكتر من شكل وفي اكتر من لايرز مختلفه. وخلونا على سبيل المثال نتكلم عن ثلاثه من اشهر انواع الكاشنج، واول واحد معانا هو الام ميموري كاشنج. في الام ميموري كاشنج بيكون عندي زي ريدس او ميم كاش بخزن البيانات عندي في الميموري عشان تبقى سهله وسريعه الوصول ليها. اما بالنسبه لتاني نوع من الكاشنج هو السي دي ان او الكونتنت ديليفري نتورك، وهنا انا بخزن الصور والفيديوهات واي ملفات استاتيك انا عايزها تظهر للمستخدم بشكل سريع جدا. فبالتالي انا بحط البيانات ديت في شبكه موزعه جغرافيا قريبه من المستخدمين بتوعي عشان الريسورسز دي تبقى سهله وسريعه الوصول ليها. اما بالنسبه لثالث نوع من انواع الكاشنج هو الابلكيشن ليفل كاشنج. ممكن لو انا عايز اكيش بعض البيانات اللي برجعها في الاي بي ايز بتاعتي، فانا لو عندي مثلا اند بوينت بتستقبل ريكوستات وبترجع ريسبونسز معينه، والريسبونس دوت هيرجع لليوزرز كلهم نفس الريسبونس، فانا ممكن اكيش الريسبونس دوت بعد اول ريكوست في الابلكيشن بتاعي وابدا ارجعه لليوزرز مع كل ريكوست هيبعتوه. طيب احنا كده اتكلمنا مع بعض عن الكاشنج وشبهناه بالصنايعي وشفنا اهميته في تحسين البرفورمانس والاداء بتاع التطبيقات بتاعتنا، وكذلك شفنا اشهر انواع. طيب ازاي بقى نبدا نطبق الكاشنج في السيستمز بتاعتنا، او بمعنى ادق ايه هي الكاشنج استراتيجيز المختلفه اللي محتاج بناء عليها ابدا اطبق مفهوم الكاشنج دوت في الانظمه بتاعتي. وهنا بقى بتكون اللعبه الكبيره، لان انا عندي كل كاشنج استراتيجي بيكون ليه هدف وسيناريوهات بيكون مناسب ليها اكتر من الكاشنج استراتيجيز التانيه. ده بالعكس كمان ممكن استعمل كاشنج استراتيجي يسبب لي ضرر اكتر من المنافع اللي هتعود عليا منه. وعلشان نفهم ده بشكل افضل خلونا نشوف ده مع بعض على البورد. قبل ما نتكلم عن الكاشنج استراتيجيز محتاجين نوضح مع بعض مفهوم مهم جدا، الا وهو الفرق ما بين الكاش هيت والكاش مس. علشان نكون فاهمين الموضوع بشكل افضل، فالكاش هيت بكل بساطه معناه ان انا رحت اقرا البيانات من الكاش
وفعلا لقيتها، فده اسمه كاش هيت. طب ايه هو الكاش ميس؟ الكاش ميس على النقيض، ان انا جيت اروح اقرا البيانات من الكاش وما لقيتهاش. فده بس كان مفهوم محتاجين نوضحه قبل ما ندخل في الكاشنج استراتيجيز علشان نكون فاهمين الدنيا بشكل افضل. خلونا نعتبر مع بعض ان الكاشنج هو داتا ستور عادي، فانا اي داتا ستور يا اما بقرا منها يا اما بكتب فيها، وبالتالي الكاشنج استراتيجيز عندي هتتقسم لشقين. اول شق هو الريدنج استراتيجيز، وتاني شق هو الرايتنج استراتيجيز. فانا هيكون عندي بعض التكنيكس والاستراتيجيات وانا بقرا من الكاش، واستراتيجيات تانية وانا بكتب في الكاش. فالريدنج استراتيجيز هنقسمهم لثلاثه، هما الكاش اسايد والريد ثرو والريفريش اهيد، ودول ثلاث اشهر انواع. وكذلك في الرايتنج استراتيجيز عندي الرايت اراوند والرايت ثرو والرايت باك. فتعالوا نشوف مع بعض، نبدا بالريدنج استراتيجيز، نشوف كل نوع من دول ونشوف ايه الخصائص اللي بتميز كل نوع من الانواع ديت، وبعد كده نشوف مع بعض الرايتنج استراتيجيز كذلك. اول نوع من انواع الكاشنج استراتيجيز هو الكاش اسايد، وده اللي اغلبنا بنسبه كبيره اتعامل معاه وهو بيتعامل مع الكاشنج. لان بكل بساطه انا بيكون عندي تطبيق الابلكيشن بتاعي بيروح يبعت ريكوست للباك اند سيرفر، فالباك اند سيرفر بعد كده بيروح على طول يقرا البيانات من الكاش. يبقى اول حاجه الباك اند هيعملها زي ما احنا شايفين، هيروح يقرا من الكاش الاول. طيب حلو قوي، حصل كاش هيت يعني لقيت البيانات، هرجع بالريسبونس للباك اند سيرفر، والباك اند هيرجع البيانات للابلكيشن. طيب الورست كيس حصل كاش ميس زي ما احنا شايفين، اذا انا ما لقيتش البيانات في الكاش هعمل ايه؟ ساعتها الباك اند بتاعي بيروح يقرا البيانات ديت من الداتا سورس، سواء كان اي بي اي سواء كان داتابيز، وبعد كده البيانات دي بترجع لي عادي جدا للباك اند، بروح ابديت الكاش بالبيانات الجديده، وبعد كده ارسبوند تاني للابلكيشن بالبيانات دي. فانا الكاش سايد من اسمه الكاش عندي بجانب الداتا سورس بتاعي، فانا دايما هقرا من الكاش. ده اول حاجه، حصل كاش هيت هرجع البيانات، حصل كاش ميس هروح اقرا البيانات من الداتا سورس الاصلي، وبالطبع هتكون عمليه مكلفه وبطيئه. بعد كده ابديت الكاش عندي بالبيانات الجديده دي واحطها فيه علشان لو اي حد طلبها تاني، وبعد كده ارجع البيانات تاني للابلكيشن. طيب من خصائص الكاش سايد ايه؟ من خصائص الكاش سايد ان هو فيري سيمبل. انا عندي تطبيق بكتب لوجيك بسيط جدا عشان اتعامل مع الكاش وانتراكت مع الكاش، ويا دوب لو لقيت الداتا برجعها، لو ما لقيتهاش بروح اقراها من الداتا سورس. فهو فيري سيمبل، حاجه سهله جدا وبيتم تطبيقها في اغلب التطبيقات، واغلبنا احنا اصلا كانجينيرز بدا بالنوع دوت من الكاشنج. وكمان مش بيتميز بس بسهوله، كمان بيتميز في السيلف كنترول، لان انا عندي الباك اند هو اللي بيتحكم في اللوجيك بتاع الكاشنج. فلو حصل مثلا كاش ميس بقول والله انا خلاص هروح اقرا البيانات دي من الداتابيز، ولكن لو حصل كاش هيت فانا هرجع البيانات عادي. فالكنترول هنا كله بيحصل ناحيه الباك اند بتاعي، يعني انا الباك اند هو المتحكم في عمليه الكاشنج كلها، واللي بيحصل ناحيه الانتراكشن مع الكاشنج. تاني خاصيه بتميز النوع دوت من انواع الكاشنج استراتيجيز هي ان هو عرضه للستيل داتا. زي ما وضحنا، انا دلوقتي لو لقيت البيانات عندي في الكاش هرجعها على طول. ده معناه ايه؟ معناه ان لو في اي حاجه حصلت او اي رايت اوبريشن حصل في الداتا سورس عندي هنا، مش هيسمع تلقائي في الكاش. فانا اي يوزر او اي مستخدم هيجي يقرا البيانات، هيقرا البيانات الستيل اللي هي القديمه. فعشان كده النوع ده من الكاشنج استراتيجيز ممكن يكون عرضه لستيل داتا، فاحنا محتاجين نكون ملمين بالمشكله دي. تالت حاجه او تالت خاصيه بتميز الكاش سايد هي موضوع ان هو بيبقى مناسب اكتر ناحيه الريد هيفي ابلكيشنز. يعني انا لو عندي التطبيق بتاعي اغلبه بيحصل فيه عمليات قراءه، فالكاش سايد هيبقى مناسب ليه جدا، لان انا هنا مش محتاج اقلق بقى من موضوع الستيل داتا، لان انا عارف ان احتماليه ان يحصل رايت اوبريشن على الداتابيز بتبقى قليله، فان انا اوصل لستيل داتا برضه هتبقى نسبه قليله. فده الكاش سايد بكل بساطه. ممكن نلخصه في ان انا بروح اقرا من الكاش، لقيت الداتا برجعها، ما لقيتهاش بروح اقراها من الداتا سورس الاساسي، سواء كان داتابيز سواء كان اي بي ايز، ايا يكن اللي هقراه منه، وبعد كده بابديت الكاش وارجع الريسبونس للابلكيشن. تاني نوع من انواع الكاشنج استراتيجيز هو الريد ثرو، وده معناه ان انا هقرا ثرو الكاش. يعني ايه الكلام ده؟ الريد ثرو بالمناسبه هو مماثل جدا للكاش سايد، هو تقريبا نفس الفكره، ولكن هنا المتحكم هو الكاش. بمعنى ان الابلكيشن بتاعي هيروح يطلب البيانات من الباك اند، الباك اند ساعتها هيروح يكلم الكاش، لقى البيانات هيرجعها، ما لقاهاش الكاش هو اللي هيروح يقرا البيانات من الداتا سورس الاساسي ويابديت نفسه ويرجع الريسبونس للباك اند سيرفر. فزي ما احنا شايفين هنا الريد ثرو انا بقرا البيانات من خلال الكاش، معناه ان انا دايما هعدي على الكاش، لقيت البيانات في الكاش هرجعها، ما لقيتش البيانات الكاش ذات نفسه هيروح يفتش البيانات الجديده دي من الداتابيز ويابديت نفسه ويرجع لي بالريسبونس. فانا دايما هقرا ثرو الكاش. الخصائص اللي بتميز الريد ثرو ايه؟ هي مماثله جدا للكاش سايد، ولكن النقطه اللي بتخلي الريد ثرو مختلف عن الكاش سايد هو ان الباك اند
مالوش اي علاقه او مش اوير بالكاشنج ديتيلز اللي موجوده، لان الكاش دلوقتي اتنقل ليه الكنترول، هو اللي بقى بيتحكم في نقطه الكاش هيت والكاش ميس، وهو اللي بيروح يابديت نفسه من الداتا سورس. ثالث نوع من الكاشنج ريدنج استراتيجيز هو الريفريش اهيد. طب ده بيتم ازاي؟ بكل بساطه انا بيكون التطبيق عندي بروح اكلم الباك اند ان انا اقرا من الكاش، ده الفلو البسيط بتاعنا. التطبيق محتاج بيانات، الباك اند هيروح يكلم الكاش يجيب البيانات دي. طيب البيانات اصلا بتتحط في الكاش ازاي؟ البيانات بشكل مسبق بتتحط في الكاش، وده طبعا من خلال باك جراوند جوب اللي هي ممكن تقرا البيانات بشكل اسينكرونسلي من الداتابيز، مثلا كل فتره معينه وليكن كل اكس اماونت اوف تايم، وتروح تابديت البيانات ديت في الكاش بتاعي بالبيانات الجديده دي. فانا عشان كده بنقول ان النوع دوت من الكاشنج ريدنج استراتيجي اسمه ريفريش اهيد، ان انا بعمل ريفريشنج للكاش ahead of the time، يعني بشكل مسبق. وطبعا ده ممكن يكون بيزد على threshold او ريفريش فاكتور معين، وليكن وقت معين بروح اطلب فيه البيانات ديت بشكل اسynchronous وابديت الكاش بيه. ممكن مثال نوضحه هنا زي الليدر بورد. لو انا عندي مثلا تطبيق عايز يبقى عندي ليدر بورد فيه النتائج بتاعه الناس، فانا مش كل شويه الناس هتروح تريكوست الليدر بورد هتلاقي البيانات ريفريشد. انا دايما عايز الداتا تكون زي ما هي، لان دوت بيحصل فيه كميه كومبيوتيشنز كتير. فممكن مثلا حاجه زي كده ان احنا نعمل لها كاشنج اهيد اوف ذا تايم، ان انا مثلا كل فتره معينه اروح اكالكوليت، اعمل جزء الكالكوليشن او الكمبيوتيشنال ده بشكل مسبق، واكيش البيانات دي بحيث لو حد احتاجها من الليدر بورد يلاقيها دايما موجوده. طيب الخصائص اللي بتميز الريفريش هيد ايه بقى؟ اول حاجه ان انا بافويد تقريبا اي كاش مس ممكن تحصل، لان انا دايما بابديت الكاش اهيد اوف ذا تايم. فانا اي حد هيكلم الليدر بورد مثلا اند بوينت بتاعتي دايما هيلاقي البيانات. اي نعم هي ممكن تكون مثلا على سبيل المثال ستيل، مفيش مشكله، بس انا واثق ان اي حد هيكلم الاند بوينت ديت مستحيل يحصل كاش ميس، دايما البيانات هتكون موجوده في الكاش. تاني خاصيه بتميز النوع ده من الكاشنج هي الفريكوينت داتا ابديتس، وده لاني دايما بشكل مسبق بروح اكمبيوت الداتا اللي انا عايزها او اجيبها من الداتا سورس واحطها في الكاش اهيد اوف ذا تايم. فانا دايما اي فريكوينت داتا بيحصل لها ابديت انا واثق ان هي هتكون موجوده في الكاش حتى مع الوقت، يعني مش لازم تكون immediately، ولكن مع الوقت دايما مش هيحصل اي كاش مس، انا دايما هلاقي الداتا وهلاقي الداتا بتتغير عادي مع الوقت. اما بالنسبه لثالث خاصيه بتمثل النوع ده من الكاش ان هو ستيبل، هو فيري ستيبل. انا كل فتره معينه بروح اجيب بيانات من الداتا سورس احطها في الكاش، لان انا عارف ان الناس هيجوا يطلبوا الاند بوينت دي او هيجوا يطلبوا البيانات دي هيلاقوها. فالموضوع ستيبل ما فيهوش اي تغييرات. فانا كل فتره من الوقت بروح اكالكوليت او اعمل كومبيوتيشن او اجيب البيانات اللي انا عايزها من الداتا سورس وارجع احطها في الكاش عندي. بكده نكون اتكلمنا عن الكاشنج ريدنج استراتيجيز، شفنا مع بعض الكاش اسايد والريد ثرو، وشفنا مع بعض كمان الريفريش اهيد. تعالوا بقى نشوف مع بعض من ناحيه الرايتنج، من ناحيه الرايت استراتيجيز، ايه هي الرايتنج استراتيجيز اللي ممكن تبقى موجوده معانا في الكاش. اول حاجه انا عندي التطبيق بتاعي عايز يكتب بيانات او عايز يروح يكلم الباك اند بتاعي يبعت ريكوست مثلا ان هو هيكتب بيانات. فانا اول حاجه عندي هي الرايت ثرو، ان انا دايما هرايت ثرو الكاش، بمعنى ان انا هروح اكتب البيانات في الحتتين مع بعض. ايه هما الحتتين دول؟ ان انا هروح اكتب في الكاش وفي الداتا سورس بتاعتي. فانا اي عمليه كتابه هتحصل عندي على السيستم بروح بشكل سينكرونسلي، وركزوا في الموضوع دوت، بشكل سينكرونسلي اكتب في الاثنين. طب انا ليه بكتب في الاثنين؟ عشان اضمن ان الكاش ابديتد وكذلك الداتا سورس فيها البيانات بتاعتها عادي، لان الاساس بالنسبه لي هي الداتا سورس، هي المكان اللي بيتخزن فيه البيانات بتاعتي. فانا مهم جدا اكتب البيانات في الاثنين، فانا بكتبها في الكاش وبكتبها في الداتا سورس سينكرونسلي مع بعض. ولو حصل فيلير فانا بفيل الاوبريشن كلها. فانا لو حصل فيلير في الكاشنج او حصل فيلير في الداتا ستور، انا عمليه الكتابه دي بتفشل، لازم العمليه الاثنين يتموا مع بعض. فده اول نوع من انواع الكاش رايتنج استراتيجيز، هو الرايت ثرو. هو فيري سيمبل، انا بكتب في الكاش وبكتب في الداتا سورس قبل ما ارجع الريسبونس للابلكيشن بتاعي. طيب ايه الخصائص اللي بتميز النوع ده من الكاشنج؟ اول حاجه ان هو اب تو ديت. الكاش دايما عندي هيبقى اب تو ديت. ليه؟ لان اي عمليه كتابه بتحصل انا ضامن ان انا بكتبها في الكاش وبكتبها في الداتا ستور، فانا دايما الكاش عندي فيه داتا اب تو ديت. لو الداتا دي حصل لها ابديت انا ضامن ان هي ابديتد، لو الداتا دي لسه نيولي ريتن عندي فانا برضو ضامن ان هي موجوده في الكاش. النوع دوت برضو من الخصائص اللي بتميزه ان هو ما فيهوش اي ستيل بيحصل. انا مش هقابل مشكله الستيل داتا، لان برضو انا بكتب في الاثنين سورسز مع بعض، الكاش والداتا ستور. تالت حاجة ان النوع دوت بالاخص مناسب اكتر في اليوز كيسز اللي بيكون فيها ريد افتر رايت. يعني مثلا اليوزر عمل ابديت لحاجة للبروفايل بتاعه، عمل رايت اوبريشنز معينة، وعايز بعد لما يعمل الرايت اوبريشن يقرا الحاجات دي. فانا
الريد افتر رايت يوز كيسز بيبقى مناسب جدا ليها الرايت ثرو كاش، ان انا ضامن ان الكتابه حصلت في الكاش وحصلت في الداتا ستور، فانا لما هاجي اعمل عمليه قرايه بعد الرايت انا ضامن ان انا هجيبها من الكاش بسرعه. والريد افتر رايت طبعا مش بشكل جنرال، ولكن هي مناسبه لليوز كيس دي. يعني انت لو احتجت يوز كيس يبقى فيها كاشنج لاير محطوط، ان انا عايز اقرا من الكاش على طول بعد ما البيانات تكون اتكتبت، فالنوع دوت هو اللي هيكون مناسب، لانك واثق ان الداتا اتكتبت في الناحيتين، فانت متاكد انك لما تيجي تقراها هتقراها فعلا من الكاش. ولكن مش معنى كده ان اي ريد افتر رايت يوز كيس انا محتاج اطبق معاه رايت ثرو كاش. انت ممكن ما تكونش محتاج كاشنج اصلا، بس احنا بنتكلم ان النوع دوت من الرايت كاشنج استراتيجيز بيبقى بيخدم اكتر الريد افتر رايت. ثاني نوع من انواع الكاش رايتنج استراتيجيز هو الرايت بيهايند، وده معناه ايه؟ ان انا هرايت الداتا في الداتا ستور بيهايند ذا كاش، بمعنى ان انا دايما اي ريكوست هيجي لي للباك اند هروح اكتبه في الاول في الكاش، وبعد كده بشكل اسينكرونسلي هكتب البيانات دي في الداتا سورس بتاعي. فانا دايما اي عمليه كتابه هروح اكتبها في الكاش بس، والموضوع بعد كده بيتم بشكل اسينكرونسلي ان هو يتكتب في داتا ستور، على عكس النوع اللي قبليه اللي كان رايت ثرو، انا كنت بكتب في الاثنين بشكل سينكرونسلي. عشان كده قلنا نركز على موضوع السينكرونس هنا، ان في الرايت ثرو انا بكتب في الداتا ستور والكاشنج مع بعض، في الرايت بيهايند انا بكتب في الكاش بس، والموضوع بعد كده بيتم بشكل اسينكرونس ايا يكن هيتم ازاي، ان انا احط الداتا من الكاش للداتا ستور بتاعتي. فممكن نعتبر الكاش عندي بمثابه رايتنج بافر، ان انا بكتب فيه دايما البيانات وبعد كده بتتحط في الداتابيز. طبعا النوع دوت من الكاش رايتنج استراتيجيز بيبقى يعني بيتميز بكفاءة عالية جدا في الهاي رايت ثروبوت. انت دايما لو عندك تطبيق عايز تضمن فيه الرايت ثروبوت عالي جدا، انت روح للاتجاه ده. انت دايما بتكتب في الكاش وبس كده، الداتا بعد كده بتجيت ابديتد في الداتابيز مع نفسها بشكل اسينكرونس. فانت لو عندك تطبيق انت عايز مثلا يكون الرايت ثروبوت بتاعه في السماء، ده من افضل الانواع ومن افضل الكاشنج استراتيجيز اللي تخدم النوع ده. بس محتاجين بقى نخلي بالنا من اللي هنتكلم فيه دلوقتي، هو الداتا لوس. لان ما دام احنا دلوقتي بنكتب في الكاش والداتا بشكل اسينكرونس بتروح بعد كده للداتا ستور، انا عرضه طبعا لان الكاش يقع في اي وقت والداتا ما تروحش للداتا ستور، فانا ساعتها الداتا بتاعتي مش ديورابل، معناه ان ممكن يحصل فعلا فقد حقيقي في الداتا او في البيانات بتاعتي، ان هي ما اتخزنتش اصلا على الديسك. فمحتاجين نخلي بالنا من الموضوع دوت. محتاجين مثلا ممكن نفكر في بريزيستنس استراتيجيز في الكاشنج لاير اللي هنستعملها، بحيث اضمن مثلا ان لو الكاش قام تاني يكمل عادي نقل البيانات ديت. فليها مشاكل تانية كتير خاصة بيها وكذلك حلول مختلفة. تالت حاجة او تالت خاصية بالنسبة للرايت بيهايند كاشنج استراتيجي هي الداتا كونسيستنسي. انا دايما بكتب في الكاش، فانا مش ضامن ان الداتا اللي هتكون في الكاش دايما كونسيستنت ات ذا سيم تايم مع الداتا ستور بتاعي، لان ده زي ما شفنا بيحصل بشكل اسينكرونس. فالرايت بيهايند زي ما شفنا انا بكتب في الكاش بس، مش بكتب في الداتا ستور خالص الا بشكل اسينكرونس، فده بيضمن لي رايت ثروبوت عالي، ممكن يحصل داتا لوس، والداتا كونسيستنسي عندي مش هتكون سترونج كونسيستنسي. اما بالنسبه بقى لاخر كاشنج رايتنج استراتيجي هو الرايت اراوند، بمعنى ان التطبيق بتاعي هيبعت الرايت اوبريشن للباك اند وانا هروح اكتبها عادي جدا في الداتا ستور، عكس النوع اللي قبليه انا هنا انا هكتب في الداتا ستور وبس. طيب الكاش هيحصل فيه ايه؟ الكاش وقتها مش هكتب فيه اي حاجه. طب هنكتب في الكاش امتى؟ عندي حلين، يا اما اكتب في الكاش لما يحصل كاش مس، يا اما اعمل نفس النوع اللي قبل ده اللي اتكلمنا عنه اللي هو الرايت بيهايند، ان انا ابديت بقى هنا الكاش بشكل اسينكرونسلي عكس اللي فات. يبقى في اللي قبليه انا كنت بابديت الداتا ستور بشكل اسينكرونسلي، هنا انا هابديت الكاش اللي بشكل اسينكرونسلي. خلينا ناخد يوز كيس مع بعض، وليكن التطبيق مثلا عايز اعمل رايت اوبريشن، فانا الريكوست بيروح للباك اند سيرفر، بروح اعمل الرايت اوبريشن دي على الداتابيز وبس كده. طيب الداتا دي جينا بعد كده نطلبها، هروح لكاش، حصل كاش هيت؟ لا طبعا مش هيحصل كاش هيت لان انا ما كتبتهاش في الكاش، فيحصل كاش مس. ساعتها هروح اقرا البيانات عادي جدا من الداتا ستور، ابديتها في الكاش زي الكاش اسايد وارجع بالداتا. او الحل الثاني اللي قلناه ان انا اصلا الداتا ستور بشكل اسينكرونس هتبعت الداتا للكاش وتخليه اب تو ديت، بس ده هيحصل ايفينشولي، يعني انا ممكن يبقى عندي ستيل داتا. زي ما احنا شايفين النوع دوت شبيه جدا باللي قبله، بس الفكره هنا ان انا بكتب في الداتا ستور عشان هي السورس اوف تروث بالنسبه لي، وبسيب الكاش ان هو يجيت ابديتد بشكل اسينكرونسلي. خصائص النوع دوت ايه؟ اول حاجه ان هو بيبقى مناسب جدا في الرايت هيفي ابلكيشن، يعني انا لو عندي رايت هيفي سيستم بعمل عمليات كتابه كتير جدا، النوع دوت هيبقى الواي تو جو بالنسبه لي، لان انا عارف ان معدل القرايه هيكون قليل جدا بالنسبه لمعدل الكتابه، فانا ضامن ان مفيش ناس هيطلبوا البيانات اللي اتكتبت دي بشكل كبير جدا، فانا مش محتاج اصلا اهتم بمشكله ان الكاش يبقى فيه البيانات دي، لان انا عارف انها مش هتتقري او هتتقري بنسبه قليله جدا، فلما يبقى حد يحتاجها هبقى اجيبها له. فهي دي فكره الرايت اراوند،
ان انا دايما عارف ان الرايت اوبريشنز عندي عاليه جدا مقارنه بالريد، فلما يبقى حد يحتاج البيانات دي ويحصل كاش مس عادي جدا هروح اجيب البيانات دي من الكاش واخزنها. تاني خاصيه بتميز الرايت اراوند هي ان هو الكاش عندي مش هيفي لودد. زي ما قلنا الكاش عندي دايما بيبقى فاضي ومش بابديته الا مع الوقت، يا اما بشكل اسynchronous يا اما لما المستخدم يحتاج البيانات دي فعلا. تالت خاصيه بتميز النوع دوت من الكاشنج استراتيجي هو ان انا هيكون عندي ستيل داتا. يعني سواء بقى الموضوع ان البيانات اتنقلت بشكل اسynchronous او انا جبتها على حسب اليوزر نيد، فخلوا بالكم ان حتى في الاثنين لو انا مثلا اليوزر جه يطلب من الكاش وحصل كاش مس وجبت الداتا من الداتابيز ورجعتها وابديت الكاش ورجعت الابلكيشن ريسبونس، لو حصل اي رايت اوبريشنز بعد كده على نفس الريكورد ده انا هابديت في الداتابيز بس. فانا واليوزر كل مره هاجي يقرا هيحصل ايه؟ هيحصل كاش هيت مش هيحصل كاش مس، لان انا في الريكوست اللي قبليه كان حصل كاش مس وحطيت الداتا في الكاش. فانا دايما هقرا الفيرست اوكورنس اوف الكاش مس بتاعي، انما بعد كده السبسيكوينت ريد اللي هتحصل انا دايما هقرا من الكاش الستيل داتا عادي جدا. فالنوع دوت طبعا عرضه للستيل داتا، فلازم نكون اوير بده او ملمين بده. ودوت كان تالت نوع من الرايتنج استراتيجيز. فاحنا شفنا الرايت ثرو، شفنا الرايت بيهايند، ودوت كان الرايت اراوند. دول الست انواع الكاشنج استراتيجيز. اتكلمنا مع بعض عن الريدنج استراتيجيز وشفنا انواعه، واتكلمنا كذلك عن الرايتنج استراتيجيز وشفنا انواعه. بعد ما اتكلمنا عن الكاشنج استراتيجيز وشفنا المفاضلات بينها وبين بعضها، تعالوا نتكلم دلوقتي على مشكله من اخطر المشاكل في الكاشنج، الا وهي الكاشنج انفاليديشن. ايه بقى موضوع الكاشنج انفاليديشن ده؟ احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا ان اوكي تمام انا هاخد البيانات بتاعتي اعمل لها كاشنج في مكان سهل وسريع الوصول ليه عشان احسن الليتنسي وارجع البيانات دي باسرع وقت ممكن. بس احنا ما فكرناش سوا البيانات دي لو اتغيرت الوضع هيكون عامل ازاي؟ وايه اللي هيحصل للبيانات اللي موجوده دلوقتي في الكاش؟ هل هتفضل تكبر لحد ما تملى لي الكاش؟ طب انا محتاج احدث البيانات ديت عشان تبقى زي البيانات اللي عندي في قاعده البيانات، ولا محتاج برضو افضي الكاش عشان يبقى عندي مساحه ان انا كيش بيانات تانية؟ هنعمل ايه في المواضيع دي؟ وهو ده بالظبط الكاشنج انفاليديشن، ان انا عندي بيانات في الكاش واخده مساحه كبيره، والبيانات دي كذلك ممكن تكون اتغيرت وموجوده عندي بصوره تانية في قاعده البيانات. فانا محتاج اعمل انفاليديت للكاش، ان هو يا اما امسحه يا اما احدث البيانات اللي موجوده فيه عشان يبقى الكاش عندي ما فيهوش ستيل داتا. يعني لما يجي المستخدم يجي يقرا من الكاش ما يفضلش يقرا بيانات اوريدي كانت موجوده قديمه واتغيرت وبقت ليها فاليوز مختلفه دلوقتي. طب الحل للكاشنج انفاليديشن ايه؟ اول حاجه على سبيل المثال ان انا ممكن احط تي تي ال. التي تي ال دوت هو اختصار تايم تو ليف. فانا لو عندي مثلا بيانات انا عارف ان هي بتتغير بشكل سريع وبتتغير بشكل دوري، ممكن اخلي البيانات اللي هكيشها ديت التايم تو ليف بتاعها قصير. وليكن على سبيل المثال انا هحط مثلا البيانات دي في الكاش، يعني هخزن البيانات دي واحطها في الكاش وهسيب لها تايم تو ليف ان هي تفضل تقعد في الكاش قبل ما تكسباير وتتشال من الكاش يكون صغير، يبقى قصير المدى. وعلى النقيض لو كان عندي بيانات بتتغير على مدى طويل وبتفضل قيمتها ما بتتغيرش، ممكن احط لها التايم تو ليف بتاعها او التي تي ال بتاعها في الكاش يكون مدته اطول شويه. فانا كده اول حاجه ممكن اعملها عشان اعالج مشكله الكاشنج انفاليديشن هي موضوع التي تي ال، ان انا اديفاين التي تي الز في البيانات اللي انا هعمل لها كاشنج عشان بعد المده دي تجيت اكسبايرد واعرف بعد كده ان انا اعمل كاشنج انفاليديشن بسهوله والبيانات تكون متحدثه. وكذلك زي ما ذكرنا الكاشنج بتاعي لو فضلت اخزن فيه بيانات من غير ما امسح منه الكاشنج بتاعي هيكبر لحد ما هيسبب لي بوتل نيك. فانا محتاج بشكل دوري ابدا افضي الكاشنج بتاعي عشان ما يتملاش، وبالتالي ادي مساحه لايتمز ثانيه انها تدخل الكاش. وده اللي بنسميه الايفيكشن بوليسيز. ومن اشهر انواع الايفيكشن بوليسيز عندي حاجه زي الليست ريسنتلي يوزد، او بمعنى اصح انا بشيل من الكاش اقدم حاجه محدش استعملها بقاله فتره. وعندي برضو من الايفيكشن بوليسيز الليست فريكوينتلي يوزد، ان انا بشيل الايتمز اللي في الكاش اللي مش عليها طلب كتير، مش بلاقي عليها مثلا ريدنج بيحصل بشكل دوري. وعندي كذلك من الايفيكشن بوليسيز الفيفو اللي هي اختصار فيرست ان فيرست اوت زي ما درسنا في الكيوز. فانا اول حاجه دخلت الكاش هي اول حاجه هشيلها. فزي ما شفنا مع بعض من خلال التي تي ال والايفيكشن بوليسيز ببدا اضمن ان انا مشكله الكاشنج انفاليديشن عندي دي بتتحل، وان انا بانفاليديت الداتا كل شويه من الكاش عشان يكون اب تو ديت. وبكده نكون شفنا مع بعض ايه هو الكاشنج وايه هي انواعه واهميته والكاشنج استراتيجيز المختلفه والمفاضلات ما بينهم وبين بعض. وكذلك اتكلمنا عن الكاشنج انفاليديشن والايفيكشن بوليسيز. وبالمناسبه في مقوله شهيره بتقول ان الكاشنج انفاليديشن هو تاني اسوأ حاجه في الكمبيوتر ساينس. فانا عايزكم تفكروا كده وتسيبوا لي في الكومنتس يا ترى ايه هي اول اسوأ حاجه في الكمبيوتر ساينس. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.